يسعد أوقاتكم وأيامكم بكل خير. وصفتنا لليوم الكرينكل كوكيز أو بسكويت الكاكاو. رح نحضره بطريقة بسيطة ورح نذكر أهم النقط اللي بنحصل فيها على كوكيز طري من جوا وعم يقرش من برا. تابعوا الوصفة للنهاية وخلونا نبدأ بطريقة التحضير. بداية لتحضير خليط البسكويت بنحتاج 4 حبات من البيض مع كاسة سكر حبيبات. بخلط السكر مع البيض لأتأكد إنه السكر داب، وبعدها رح أضيف 3/4 كاسة زيت نباتي. كمان بخلطن كتير منيح، وهلّأ رح أضيف معلقة صغيرة فانيليا و3/4 كاسة كاكاو. بستمر بتحريك الكاكاو لتتجانس الكاكاو مع باقي مكونات السائلة اللي ضفناها. هلّأ هون رح أضيف كاسة و3/4 طحين مع معلقة صغيرة بيكنج باودر. بقلب الطحين مع باقي مكونات الكوكيز لحتى يتجانس الطحين وأتأكد إنه خليط الكوكيز صار جاهز عندي. بهالشكل قوام البسكويت صار جاهز. لاحظوا شلون رح يكون قوامه. البسكويت ما لازم يكون عجينته قريبة لعجينة البيتي فور، لازم تكون سميكة بهالشكل هاد. هلا رح أغطي الصحن وبعدها رح أقيمه بالفريزر تقريبا ساعة لحتى شوي يمسك وأقدر أشكله قبل الخبز. بعد ساعة وبعد ما ارتاحت العجينة أو ارتاح خليط البسكويت رح أطالعه وأفرجيكم شلون قوامه كمان لازم يكون. راح آخد قطعة من الخليط وأكورها بإيدي وأحشيها من شوكولا شيبس. طبعا هالخطوة اختيارية، إذا بتفضلوا إنه يكون قلب البسكويت فاضي أو سادة، بس منكور الكوكيز ومنغطسهم بالسكر البودرة ومنحطهم على صينية الفرن اللي منضيف لها ورق زبدة. بغطس كرة الكوكيز كتير منيح بالسكر البودرة وبستمر بتشكيل باقي كمية الخليط. ولسهولة التشكيل حطيت بالمعلقة هالكمية هاي فوق السكر مباشرة، وراح أحشيها بالشوكولا وأكورها وأغطسها بالسكر وأحطها بالصينية. بستمر بتشكيل باقي كمية البسكويت مثل ما لاحظتوا بهالطريقة هاي، بغطسهم بالسكر البودرة وبحطهم بالصينية. مكونات الكوكيز اللي جهزناها بسيطة جدا وأكيد متوفرة بكل بيت. لاحظتوا مكوناته عبارة عن بيض وزيت وسكر وكاكاو. بالنسبة للخبز راح أحمي الفرن على حرارة 180 لمدة 10 دقايق، وبعدها راح أدخل صينية الكوكيز على الرف الوسطاني وأخبزهم بس من تحت. الكوكيز ما لازم ينخبز أبدا من فوق، وراح يستغرقوا وقت تقريبا 7 دقايق. ما لازم نشوي الكوكيز كتير، ولازم ننتبه لنقطة مهمة إنه وقت اللي نخبزهم لمدة 7 دقايق لازم نطلعهم طريات وننتظرهم برا لحتى يبردوا، وبهالطريقة بنكون حافظنا على قوام الكوكيز إنه يكونوا طريات من جوا ومن برا عم يقرشوا قرشة بسيطة. لاحظوا من جوا شلون قلبهم مستوي وطري والشوكولا دايبة بقلبهم. بتمنى الوصفة تكون عجبتكم، وإذا عجبتكم ياريت تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، ونلتقى بوصفة جديدة إن شاء الله.